يا الله. محمد الشيعة السوداني، عمي شنو هاي الازمه بالناصريه مال انتم مستهدفين الناصريه مثلا؟ بس اريد افتهم، مستهدفيها بنزين ماكو؟ وشنو هاي يعني فوق الضرائب اللي فرضتها على الناس، بتفرض ضرائب. يعني دمرت العراق انت، قسما بالله العلي العظيم انت دمرت العراق، بلد كامل دمرته انت، قعدت على الحديده صفرته. زين هاي الازمه مال البنزين، شنو هاي الازمه مال البنزين؟ بس خلي واحد يطلع لي خليه يجاوبنا بازمه مال البنزين بالناصريه، مستهدفين الناصريه ليش؟ بس اريد افتهم هذا الاستهداف على هاي المحافظه ليش؟ لكونها شهداء مثلا؟ لو شنو؟ زين ما استكفيت بالضرائب، يعني هسه انت حتى على الهواء راح تسوي ضريبه. زين ما تشتم هواء اذا ما تدفع ضريبه، ما تنام مي مرتك اذا ما تدفع ضريبه، ماك هيك عمي، اطلع بشيء، اطلع ولي. وين المالكي؟ خلي يجي المالك عمي خلصونا لخاطر محمد، خاطر الحسين خلصونا من هذا دمار بالقران، دمر الشعب هو وهذا طيف سامي. هسه الخزينه صفرتوها، بنزين ماكو، ضرايب، يعني المواطن وين يروح؟ بس اريد افتهم المواطن وين يولي؟ ناس قامت تستجدي بالشوارع من وراء حكمك ومن وراء سياستك الرعناء. ليش عمي؟ والناصريه ليش مستهدفه؟ بس اريد افتهم الناصريه ليش مستهدفه؟ بنزين ماكو ولا قطره بنزين، العالم ماكو طوابير. ليش؟ الله ينتقم من عندك ان شاء الله، والله لا يوفقك ونعلة والديك. زين عمي وينكم انتم الاطار بشكل حكومه؟ حتى لو كاولي جيبوا لنا كاولي، خلوه الخاطر الانبياء والخاطر الاوصياء. زين جيبوا لنا واحد خلي تشكل حكومه بظل مشكله، خليه يطلع. هذا دمرنا، هو حكومه تصريف اعمال، لكن دمر الشعب عمي بالعباس، دمر المواطن، دمره. المواطن قام يستجيب بالشارع. هاي شنو هذا؟ يعني انتم مستهدفين المواطنين، مستهدفين الشعب العراقي. بس اريد افتهم، وانت محمد الشيعة السوداني الله جابك غضب، بحثي ابن بحثي، انت تف عليكم وعلى شرفكم.